بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتكريما وتعظيما للقلم وللكتابة قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. إذا في ظاهرة كده هي عجباني، ولكن يعني هي ذو شقين. أن كثير من متعلمي الخط العربي أصبحوا يعني واخدين برضه رسالة تعليم الخط العربي، لأن مفيش خط عربي إلى حد ما في المدارس، فكويس إن دارسين الخط العربي بدأوا يهتموا بتعليم الخط العربي، وهذه ظاهرة أصبحت يعني منتشرة هذه الأيام، ودي ظاهرة إيجابية فيها بعض السلبيات بس مالناش دعوة بالسلبيات دول. لكن احنا عايزين نخش برضه في موضوعنا احنا في اللقاء السابق كتبنا شوية للناس اللي هم ولادنا الصغيرين أو الناس اللي هم في المدارس العادية، كتبنا بعض الحروف. ولكن النهارده برضه عايزين ننتقل نقلة أخرى للناس المتخصصة في الخط العربي. واحنا برضه بمناسبة يمكن انتهاء عيد الأضحى المبارك عايزين نكتب حاجة بسيطة جدا عن العيد، علشان برضه نشوف احنا بنكتب ازاي، وهي هتبقى بخط الثلث. إذا نبدأ مباشرة ونشوف احنا هنكتب الكلمتين الصغيرين دول ازاي. ان شاء الله ربنا هو الموفق باذن الله. عشان نكتب الخط الثلث احنا قلنا بياخد اشكال متعدده، ولكن احنا بنكتب الخط الدارج العادي اللي هو ما بين سطرين، اللي هو القطعه المستطيله. اذا احنا هنعمل سطرين، يلا بينا. يبقى انا عملت سطر فوق اهو، وهنعمل كمان سطر تحت. خلاص بالشكل ده احنا بنكتب ما بين السطرين دول. اذا يلا بينا نكتب مباشره. يبقى احنا نكتب بهذا الشكل حرف العين، بنعمل الحاجب بتاعه بنيجي هنا كده اهو بهذا الشكل. طبعا الجزء ده بيتملي بعد كده. هنعمل الكاف اللي هي الثعبانية، هنعمل معها الميم الملوثة، العين الوسطية، قوس مقداره 3 نقاط، بنبدأ نحط النقط بتاعته ونستغلها استغلال لملء الفراغات إلى حد ما.
بنبدأ نحط التشكيل بتاعي. يبقى احنا عندنا في التشكيل في تشكيل اساسي متمثل في الضمه او الكسره، وفي تشكيل فرعي متمثل في الضوفر او الشوله متمثل في الميزان، وهكذا لملء الفراغات الى حد ما بشكل متوازن. يبقى هنا برضه عندنا فتحه في كسره تحت العين، ممكن بنحط ميم صغيره بس يكفينا شوله او ضوفر، مش عايزين برضه يمكن اكتر من كده علشان ما يبقاش التشكيل طاغي عن الكتابه. يبقى احنا كتبنا عباره صغيره بخط الثلث في عجاله برضه علشان الناس اللي هم دارسين للخط العربي برضه بيحاولوا ان هم مش هنقول يستفيدوا، يعني نقدر نقول ان هم ينتقدونا علشان برضه احنا الى حد ما بنكمل بعض. يبقى احنا اتكلمنا برضه في البدايه عن الظاهره اللي هي يعني الى حد ما قلنا ايجابيه، ولكن برضه بنرجو ان كل من يتعرض لتدريس الخط العربي يجب ان يكون متمكن عشان يقدر ان هو يؤدي هذه الرساله بشكل جيد ويستفيد منه كل طالب صغير في سواء في المدرسه الابتدائيه او الاعداديه او الثانويه يستطيع ان هو برضه يستفيد من اللي بيعلمه خط عربي. احنا مش عايزين نطول في الكلام عشان برضه ما نطولش عليكم، لكن برضه ان شاء الله احنا مستمرين مع بعض، والى لقاء قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.